السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ ودايما ان شاء الله بخير. لو حابب تعرف احدث اسعار لشركه انجلندر التابعه ليانسن 2024 مع شرح كمان للموديلات، اليكم الفيديو القادم، تابعونا للنهايه. طبعا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب يانسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب يانسن دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ودايما ان شاء الله بخير. النهارده معاكم مع فيديو جديد عن الاسعار، والنهارده عملنا لحضراتكم فيديو عن اسعار شركة يانسن الجديدة، والنهارده هنقول لحضراتكم اسعار شركة انجلندر الجديدة 2024. جديرا بالذكر ان لازم نقول ونعطي كل ذي حق حقه ان شركة انجلندر بقالها تقريبا في حدود 10 شهور ما زودتش قبل الزياده الاخيره، وبالتالي تحترم جدا ويترفع لهم القبعه ان هم قعدوا كل الفتره دي، في حين ان كل الشركات او معظم الشركات زودت الاسعار مره واثنين وفي ثلاثه في الفتره الاخيره، لكن هم الحقيقه بيبقى عندهم دايما ثبات في الاسعار. بين فتره الزياده والفتره اللي قبلها بتقعد فتره كبيره جدا جدا. وبالتالي نقدر نقول ان دايما الاسعار قيمه مقابل سعر. طبعا مع مرور الوقت دايما والتغير السريع في الاسعار المفروض ان هم يزودوا، ما بيزودوش، وبالتالي المراتب بتبقى قيمه عاليه جدا مقابل سعر. هنقول لحضراتكم النهارده في الفيديو ان شاء الله معظم موديلات شركه انجلندر التابعه ليانسن، اسعارها بدايه من السوسه المتصله، ثم صعودا بالمراتب الطبيه، ثم المراتب التي تحتوي على سوست منفصلة، ثم مراتب مستوى الرفاهية العالي تحتوي على ميموري فوم وطبقات لاتكس. هندخل مع بعض دايما شرح بسيط وسريع لكل الموديل عشان حضرتك تبقى عارف احنا بنتكلم عن الموديل هو، وهنقول لحضراتكم سعره كان كام وسعره اصبح كام في اشهر المقاسات المتعارف عليها. هنبدأ مع بعض بالسوست المتصلة. الموديل وأرخص موديلات شركة انجلندر التابعة ليانسن، وموديل كلاسيك، ارتفاع المرتبة 24 سم، وسوست متصلة وطبقة اسفنج من الوجهين. المرتبة كويسة جدا واختيار مناسب قوي للسرير الصغير اللي بين، أو السرير السنجل، لو سرير أطفال أو سرير شخص واحد هينام عليه. مرتبة ممتازة عملية وسعرها كويس جدا. دايما هنرشح لكم او هنقول لحضراتكم سعر مقاس 120، وهو اشهر مقاسات المقاسات الصغيره. مقاس 120، مقاس 120 سم كان قبل كده مقاسه في موديل كلاسيك كان ب 3920، اصبح ب 4990، وبالتالي هنا زاد 1070 جنيه. يعني لو هنشتري مرتبتين صغيرين زادوا في حدود 2140 جنيه. المرتبة كانت، نقول تاني، كانت ب 3920 مقاس 120 سم لموديل كلاسيك، وأصبح ب 4990، فرق 1070 جنيه. كده انتهينا من موديل كلاسيك. الموديل اللي بعد كده معانا وهو موديل سوبر كلاسيك. موديل سوبر كلاسيك معانا هو الموديل الأعلى من موديل كلاسيك، أو يعتبر موديل كلاسيك لكن ارتفاع أعلى فقط في طبقة السفنج، وارتفاع المرتبة 28 سم بدل 24 في موديل كلاسيك. سوست متصلة أيضا وطبقة اسفنج من كل وجه، لكن هنا طبقة السفنج بتبقى أعلى شوية. برضو هنقول لحضراتكم مقاس 120 كان فيه كام، وده برضو ما زلنا ده سوبر كلاسيك مناسب للمقاسات الصغيرة، وبالتالي هنا هنقول لحضراتكم سعر مقاس 120 سم كان كام وأصبح كام. سعر مقاس 120 سم لموديل سوبر كلاسيك كان ب 4690 واصبح 6100، وبالتالي هنا الموديل زاد 1410 للمرتبه ال 120 سم. ولو حضرتك عايز تشتري مرتبتين يبقى الفرق بينهم هتدفع فرق 2820 عن الاسعار القديمه، هتزود 2820 على ميزانيتك وتجيب المرتبه السوبر كلاسيك. مرتبه السوبر كلاسيك ما زلنا بنشتري وما زلنا بنختارها للمقاسات الصغيره اللي بينام عليها فرد واحد او طفل، سواء كان كبير او صغير. الموديل اللي بعد كده معانا وهو موديل سيزونال، من اسمه سيزونال يعني موسمي. في طبقه فايبر تعمل شتاء عشان تدفي، وطبقه قطن تعمل
صيفا عشان ما تزودش الحراره على الشخص اللي نايم. طبعا سوست متصل ايضا، وارتفاع المرتبه 25 سم، زي ما قلنا ناحيه فايبر وناحيه قطن. ما زلنا بناخدها للسرير الصغير، اختيار كويس جدا للسرير الصغير. موديل سيزونال سوست متصله وارتفاع 25 سم. كان مقاسه، كان سعر المرتبه ال 120 سم كانت ب 4250 واصبحت ب 5520، وهنا في فرق 1270 في المرتبه الواحده. طيب الموديل اللي بعد كده معانا وهو موديل ليدي. موديل ليدي من شركة انجلندر، هو شبيه موديل ألماني من شركة يانسن. سوست متصلة وطبقة قطن من الوجهين، مشهور قوي بطبقة القطن الداخلية. ارتفاع المرتبة 25 سم، وأيضا مناسب لمقاسات الأطفال، ما زلنا في المقاس 120 سم. موديل ليدي مرتبة مميزة جدا، معروف عنها طبعا. دايما الموديلات اللي بتبقى فيها قطن في شركه يانسن بتبقى او انجلندر بتبقى مشهوره قوي. فموديل الليدي هنا مشهور بطبقه القطن الداخليه من كل وجه. ارتفاعه 25 سم، كان مقاس ال 120 سم فيه ب 4600 واصبح ب 5700 واصبح ب 5970. كان ب 4600 واصبح ب 5970، وهنا الفرق في المرتبه الواحده اصبح 1370 جنيه. يعني لو عايز تشتري مرتبتين هتدفع فرق في المرتبتين 2740. هتزود على الميزانيه اللي كانت معاك 2740 عشان تجيب مرتبتين ليدي. ده فرق الاسعار القديمه من الجديده، ما زلنا دي مناسبه للمقاسات الصغيره. الموديل اللي بعد كده معانا وهو موديل سيزونال اكسترا، وهنا هنحسب لحضراتكم من دلوقتي او من ده اولى موديلات اللي هنحسبه مقاس 160 لمقاس 160. ليه؟ لان سيزونال اكسترا ارتفاع 30 سم، وهو الموديل الاعلى من موديل سيزونال. بنرتقي في الارتفاع شويه. نفس الكلام برضو سيزونال، لانها ناحيه صيفي وناحيه شتوي. جهه فايبر بتعمل شتاء عشان تدفي، وجهه قطن تعمل صيفا عشان ما تطلعش او ما تنتجش او ما تزودش حراره على الشخص اللي نايم. اسمها سيزونال اكسترا. اكسترا في الارتفاع لان ارتفاعها 30 سم هنا، وايضا سوست متصله، لكن عشان ارتفاع اعلى شويه في السمك فبناخدها افضل للسرير اللي بينام عليه فردين. يعني هناخدها مقاس 160. ترشيحي لحضراتكم مقاس 160. كان مقاس 160 فيها سيزونال اكسترا، كان ب 6840 واصبح سعرها 8900 جنيه، وهنا الفرق زياده 2060 جنيه في 2060 جنيه في موديل سيزونال اكسترا لمقاس 160. زاد الموديل، زاد 2060. هتزود الميزانيه 2060 جنيه عشان تشتري مرتبه 160 موديل سيزونال اكسترا. الموديل اللي بعد كده معانا وهو اولى موديلات المراتب السوست المتصله لكن النصف طبيه. يعني ايه النصف طبيه؟ الطبيه بتبقى بدون سوست، واللي مش طبيه بتبقى سوست. النصف طبيه بتبقى الاثنين، مزيج بين الاثنين، سوست متصله وعليها طبقه طبيه صغيره من كل وجه. دي وظيفه المرتبه، او ما يطلق على المرتبه نصف طبيه، ان هي لا هي طبيه خالص، يعني هي ما هيش الطبيه بتبقى بدون سوست، واللي مش طبيه بتبقى سوست. دي في النص، اخده من كل كتاب ورقه زي ما بنقول، او كل كتاب معلومه. بناخد السوسته المتصله وبناخد طبقه طبيه صغيره من كل وجه نحطها على السوست، وبالتالي هنا بتبقى في دعم افضل للظهر لو في اصابات مش عاليه للعمود الفقري، بتساهم في دعم العمود الفقري. ارتفاع المرتبه 27 سم. ارتفاع المرتبه 27 سم. سوست متصله وطبقه ريباوندد او ريبوند طبيه من كل وجه داخل المرتبه. وارتفاع طبعا مناسبه للسرير الكبير، هناخدها للسرير الكبير. تقدر تاخدها برضه للسرير الصغير لو في مشكله في الظهر، لكن انا برشحها هنا للمقاس الكبير مقاس 160 سم. ال 160 سم بتاعتها كانت ب 6750، واصبح موديل كيرز النصف طبي ب 8770، وهنا زاد 2020 جنيه. بتزود الميزانيه عندك 2020 جنيه عشان تشتري موديل كيرز الجديد، زاد 2020 جنيه. موديل كيرز منه فيه ارتفاع اعلى وهو 29 سم يصل الى 30، وهو اسمه ما يطلق عليه كيرز بلوتوب. كلمه بلوتوب يعني مرتبه صغيره او مرتبه تطريه صغيره ملصقه في المرتبه، لكن هنا من كل وجه. يعني مرتبه كيرز في النص وبيزيد عليها طبقه بلوتوب من فوق وطبقه بلوتوب من تحت، يعني 3 مراتب في بعض. مرتبه كبيره في النص ومرتبه صغيره من فوق ومرتبه صغيره من تحت. وظيفه طبقات البلوتوب دي او طبقات التطريه ان المرتبه الكيرز لما اتحطت عليها
طبقه الريبوند من كل وجه اللي هي العاديه 27 سم بقت الى حد ما اقبل، يعني اقرب ان هي تبقى صلبه شويه، وبالتالي هنا ضافوا عليها طبقه بريتوب عشان تطري المساله شويه وتبقى المرتبه مش ناشفه قوي. وبالتالي هنا المرتبه كيرز بريتوب يعتبر من الاختيارات المثاليه في للمراتب النصف الطبيه، او تعتبر اعلى الموديلات النصف الطبيه في شركه انجلندر التابعه ليانسن. موديل كيرز بريتوب بارتفاع 29 سم، سوست متصله، طبقه ريباوندد من كل ناحيه، ده المرتبه اللي في النص، وطبقه بريتوب من كل وجه يصل ارتفاعها الى 30 سم، بيطلق عليها 29 لكن سمكها يصل الى 30 سم. مقاس ال 160 بتاعها كان ب 7920 واصبح ب 10300، وهنا في فرق 2380 عن السعر القديم. المرتبه زادت مقاس 160 2380، بتزود الميزانيه عندك شويه 2380 عشان تجيب المرتبه بالسعر الجديد لموديل كيرز بلوتوث مقاس 160. نبدا مع بعض بقى قبل ما نخش على السوسته المنفصله هنشرح لحضراتكم المراتب الطبيه. من شويه شرحنا المراتب النصف الطبيه اللي هي طبقه سوست وعليها طبقه ريباوند الطبيه من كل وجه. دلوقتي هنشرح المراتب الطبيه اللي هي بتشيل السوست خالص وتبقى كلها على بعضها طبقه ريباوندد او الريبوند الطبي. طبقه الريبوند الطبي دي المكون الاساسي للمراتب الطبيه، بتبقى عباره عن سفنج مقطع مصمت مفيش فيه اي فراغات، يعتبر مفيش فيه اي فراغات. تخيل انك جبت سفنج قطعته ولزقته في بعضه ما عادش فيه اي فراغات، بقى قوي وصلب، بيدي دعم قوي وصلب جدا للظهر، بيفيد طبعا في اصابات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي وما شابه. لكن احنا هنا عندنا في شركه انجلندر بنضيف عليه طبقه اسفنج من كل وجه عشان يبقى محتمل شويه عشان نقدر ننام عليه. هو في 3 ارتفاعات من الشركه 15 سم و20 و25 سم، هم حاجه واحده، فاحنا هنقول لحضراتكم اول ارتفاع اللي هو 15 واخر ارتفاع 25 سم، لكن في كمان 20 في النص. موديل الموديل الطبي في شركه انجلندر اسمه سيتي انجلندر، ده الموديل الطبي في شركه انجلندر. لو ارتفاع 15 سم ما زلنا في مقاس 160 سم، ارتفاع المرتبه الاول 15 سم، المقاس المرتبه اللي كانت 160 سم فيها كانت ب 6820 واصبحت ب 7510، وهنا فرق 690 جنيه. لو لاحظت ان الفرق هنا مش كبير قوي لان الزياده في السلسله المتصله كانت ازيد من الزياده في المراتب الطبيه، ده دليل على المصداقيه ان شركه انجلندر او يانسن ما بتزودش وخلاص كله زي بعضه، لا، نسبه الزياده مختلفه على حسب الزياده اللي حصلت في المواد الخام، وهنا يدي لحضرتك مصداقيه اعلى كتير ان الشركه ما بتزودش وخلاص زي اي حد، ان شركه يانسن وانجلندر منفردين وفي مكان لوحدهم. يبقى نرجع لموديل سيتي، كان ارتفاع ال 15 سم موديل سيتي مقاس 160 كان ب 6840 واصبح ب 7510، فرق 690 جنيه بالاسعار الجديده. الموديل سيتي بقى الاعلى منه او الارتفاع الاعلى اللي هو ال 25 سم، طبعا زي ما قلنا في 20 مش هنقوله. ال 25 سم مقاس 160 بنفس المواصفات، طبقه ريباوند طبيه وطبقه سفنج من كل وجه. كانت المرتبه ال 160 سم ب 9570 واصبحت ب 10530، وهنا في فرق 960 جنيه في المرتبه. بتزود على مقاس 160 لموديل سيتي ارتفاع 25 سم مبلغ 960 عشان تحصل على المرتبه الكبيره، مرتبه بالاسعار الجديده. كده يبقى انتهينا من المراتب الطبيه في شركه انجلندر، ونبدا في السوست المنفصله. قبل ما اقول لحضراتكم الارتفاعات اللي موجوده والفرق بالاسعار، نبذه سريعه عن السوست المنفصله. ما يميز السوست المنفصله او الميزه الاهم او اهم ميزه اللي بتفرقها عن السوست المتصله وهي مستوى العزل. يعني ايه مستوى العزل؟ بالنسبه للسوست المنفصله بيبقى في مستوى عزل عن الشخص اللي نايم جنبك، كأن كل واحد، نتخيل ان كل واحد راكب عربيه جنب التاني وماشي جنب التاني، انا مهما اتحركت جوه العربيه اللي جنبي مش هيحس بيا مهما اتحركت، وهو مهما اتحرك انا مش هحس بيه لان كل واحد ماشي منفصل عن اللي جنبه. وهنا السوست المنفصله بتعزل الحركات الجانبيه اللي بتصدر من الشخص اللي نايم جنبك، وبالتالي يبقى نوم يعني بدون قلق من الاخر، يعني افضل لنوم افضل، تجربه نوم افضل. ارخص. نبدا مع بعض اول موديلات شركه انجلندر في السوست المنفصله، وارخص موديلات السوست المنفصله وهو موديل مارفي. موديل مارفي ارتفاع 20 سم، وهنا هنختاره لحضراتكم
مقاس 120. طيب قول لي ليه دلوقتي 120 سم؟ ليه هنختار 120 مع ان ده سوست منفصله؟ مش هنستخدم الميزه بتاعت مستوى العزل. اقول لحضرتك ان هنختار المره دي 120 سم لموديل مارفي. ليه؟ ترشيحي مقاس 120 سم لموديل مارفي لان ارتفاع المرتبه ل 20 سم، 20 سم قد يستخدم في مقاسات الاطفال لكذا سبب. السبب الاول ان ممكن يبقى عندك سرير دورين، في كثير من الاحيان الاوضه بتبقى مقاسها صغير ومحتاج مرتبه سرير دورين، وهنا ما ينفعش تاخد غير مرتبه ارتفاع قليل عشان اللي نايم يعني اللي نايم في السرير دورين يقدر يقوم ويتحرك براحته ومن غير راسه ما تخبط في او الجزء الاعلى او السرير اللي فوق. وبالتالي نفس الكلام السرير اللي فوقه بيبقى فوقه سقف الاوضه، بيبقى محتاج ارتفاع اقل عشان يقدر يعمل حركه او يقوم من على السرير من غير ما يخبط في السقف. وبالتالي هنا الارتفاع ده بيبقى مناسب. ساعات كمان بيبقى السبب الثاني ان بيبقى فيه سراير زي درج، تفتح الدرج تحط المرتبه وتقفل الدرج، وهنا لازم الارتفاع يبقى مناسب جدا عشان المرتبه تقدر تنام جوه الدرج وما تبقاش باينه، لان لو الارتفاع عالي المرتبه مش هتقفل ومش هتعرف تحط المرتبه داخل الدرج. وبالتالي هنا ارتفاع المرتبه المارفي حلو قوي انه يبقى للسراير الصغيره. قد لا تستخدم ميزه السوسته المنفصله للعزل، لكن هتستخدم الارتفاع القليل وهيبقى مرتبه مميزه جدا. مكونات المرتبه سوست منفصله 255 سوسته منفصله في المتر المربع، اللي موجوده في كل العدد ده موجود في معظم الموديلات. 255 سوسته في المتر مربع، يعني المرتبه لو كبيره قد يصل عدد السوست الى 500 سوسته، وده عدد مناسب جدا ومميز قوي في السوست. وطبقه اسفنج من كل وجه وقماشه خارجيه شيك. المقاس ال 120 سم من موديل مارفي كان ب 5750 واصبح ب 6620، فرق المرتبه 870 جنيه. موديل تاني موديل معانا وهو موديل فيكتوريا. موديل فيكتوريا ارتفاع 25 سم، ومن هنا ورايح لاخر اخر موديلات شركه انجلندر هيبقى الشرح على مقاس 160 اللي جاي مناسب للمقاسات الكبيره. افضل ان احنا ناخده، اختيارنا يبقى افضل لو اخدناه في المقاسات الكبيره. اي موديل تقدر تاخده كبير او صغير زي ده يرجع لحضرتك، لكن انا برشح الافضل اللي يخليك تدفع القيمه او تحصل على القيمه مقابل سعر، او ما تدفعش فلوس ما تستفيدش بيها. وهنا ومن هنا ورايح ان شاء الله من الموديلات اللي جايه كلها هنشرح على مقاس 160 هو الفرق بالاسعار بينهم. موديل فيكتوريا وهو تاني ارخص موديلات شركه انجلندر في السوست المنفصله، ارتفاع المرتبه 25 سم، والمرتبه طبعا دي هو موديل مارفي تعمل على الوجهين وطبقه اسفنج من كل وجه. سوست منفصله وطبقه اسفنج من كل وجه، وايضا طبعا 255 سوسته في المتر مربع. مقاس 160 سم من موديل فيكتوريا كان 8840 واصبح 10160، وهنا الموديل زاد 1320 جنيه. الموديل كده اللي بعد كده معانا وهو موديل دريمز. ومن موديل دريمز لباقي الموديلات كلها اللي بعد كده المرتبه تعمل على وجه واحد مش وجهين، وهقول لحضرتك يعني ايه دلوقتي. موديل دريمز هو سوست منفصله ايضا 255 سوسته في المتر مربع وطبقه اسفنج وطبقه قطن، لكن هنا المرتبه بتعمل على وجه واحد. بنحط السوست تحت خالص وبتبدا بقيه الطبقات بتحط عليها بتتجمع، بدل ما الطبقات بتتوزع مثلا 2 سم و2 سم بنحط مثلا 4 سم في وجه واحد. وبالتالي هنا الطبقات بتبقى فرق السوست عن الطبقات بتبقى اعلى، يعني بدل ما تبقى طبقه فيه 2 سم وبعدين السوست وطبقه 2 سم وبعدين السوست، لا هنا السوست تحت وطبقه 4 سم كلها مثلا يعني، لكن هي طبعا الطبقات بتبقى اعلى من كده. وبالتالي بتعزل برضو الطبقات دي بتعزل الشخص عن السوست، الاحساس بالسوست يبقى في عزلين، عزل الطبقات وعزل السوست المنفصله، وبالتالي ممكن تحصل على تجربه افضل وانعم في الموديلات اللي بتعمل على وجه واحد. لكن هنا في المراتب اللي بتعمل على وجه واحد بنلف المرتبه الراس مكان القدم كل 3 شهور، مش بنقلبها على وشها عشان المرتبه بتعمل على وجه واحد. كل 3 شهور بجيب الراس مكان القدم فقط. موديل دريمز زي ما قلنا الموديلات اللي فيها قطن في شركه انجلندر او يانسن بتبقى مميزه قوي، وعشان كده موديل دريمز مميز جدا لان الصوره منفصله وطبقه قطن وطبقه اسفنج. المرتبه تعمل على وجه واحد وارتفاع 26 سم. كان سعر المرتبه 9970 واصبح 11470، وهنا المرتبه ال 160 سم من موديل دريمز
بتزيد 1500 جنيه. الموديل اللي بعد كده معانا وهو هنبدأ بقى في موديلات مستوى الرفاهية العالي. موديل فيسكوبيديك هو مشهور عنه قوي في شركة انجلندر ان هو يحتوي على ميموري فوم، ارتفاع المرتبة 27 سنتي، سوست منفصلة، وطبقة ميموري فوم، وطبقة اسفنج. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان المراتب كلها من هنا ورايح هتعمل على وجه واحد، ارتفاع 27 سنتي. موديل ميموري فوم يعتبر من انواع انعم نوع اسفنج يعتبر ممكن تلاقيه، بتقدم مستوى نعومة عالي جدا للناس اللي بتحب مراتب ناعمة وطرية وتجربة ناعمة. وطبعا كمان الناس اللي بتنام على جنبها ده طبعا يبقى كويس جدا ليها، لانها بتاخد او بترسم شكل الجسم كانك نايم في كيس رمل، بتمتص الجسم خالص. وده هيبقى مناسب قوي للناس اللي بتنام على جنبها عشان الكريفات اللي بتبقى نازله وحاجات زي كده، يبقى مناسب ليها قوي وتحصل على تجربه مثاليه. كمان لو انت الميموري فوم الى حد ما بيتفاعل مع الحراره، فلو انت ما بتتاثرش بالحراره او جسمك ما بيعرقش قوي وانت نايم، برضو الميموري فوم ده هيبقى مناسب ليك. المرتبه ال 160 سم من موديل فيسكوبيديك كانت ب 12060 واصبحت ب 13870، وهنا فرق المرتبه اصبح 1810. موديل هاني مون، وموديل هاني مون يعتبر في الفئه ارتفاع 27 سم، يعتبر اعلى موديلات شركه انجلندر في الارتفاع ده، ارتفاع 27 سم. طبعا سوست منفصله وطبقه اسفنج وطبقه لاتكس، اللي هي تعتبر دلوقتي الاغلى في الشركه عامه، واللي زادت اكبر زياده طبقه لاتكس بتعوض النواقص القليله قوي في الميموري فوم، لان اللاتكس منتج طبيعي 100% مشتق من شجر المطاط، ما بيتاثرش خالص بالحراره. لو انت هنا الميموري فوم ممكن يعمل لك مشكله او يسبب لك بعض التعقيدات لو انت بتحس بالحراره، هنا اللاتكس ما بيتاثرش بالحراره نهائي، زي ما بيطلق عليه بريذابل، او في فتحات تهويه يقوم يتنفس ويبدل الحراره عشان ما يبقاش فيه حراره، او هو كده كده ما بيتاثرش بالحراره، لكن تكوينه كمان ان في فراغات عشان يحصل على تهويه افضل. بيقدم دعم كمان افضل من الميموري فوم، هو مش بنعومه الميموري فوم، الميموري فوم ناعم جدا، اللاتكس اقل شويه، ما زال ناعم طبعا جدا لكن مش بنعومه الميموري فوم، لكن بيعوض هنا بقى بالدعم الافضل وعدم تاثره بالحراره نهائي. طبعا اضافه اي طبقه لاتكس في اي مرتبه جايه بتزود سعر المرتبه عالي جدا، لان سعرها زاد، سعر اللاتكس من الواضح ان هو اللي سعره زاد. مرتبه هاني مون 160 سم، سوست منفصله زي ما قلنا، طبقه لاتكس وطبقه اسفنج. المرتبه تعمل على وجه واحد وارتفاع 27 سم، كانت مقاس 160 كان ب 15080 واصبح ب 20360، وهنا في فرق 5280، المرتبه زادت 5280 جنيه. موديل امريكان سبيريت، هنرجع تاني للميموري فوم. المرتبه تحتوي على جزئين، جزء سفلي يحتوي على شاشه منفصله ومرتبه عاديه، والجزء العلوي يحتوي على طبقه اسفنج وطبقه ميموري فوم داخل طبقه البلوتوب، يعني مرتبه سفليه ومرتبه علويه. ارتفاع المرتبه العالي زي ما قلنا الشاشه هتبقى تحت الارتفاع العالي ده قوي، هيقدم لحضرتك عزل ثنائي، عزل السوستة المنفصلة وعزل الطبقات العالية وعزل كمان طبقة البلوتوب اللي تحتوي على ميموري فوم، عشان توصل لحضرتك لمستوى راحة عالية جدا للناس اللي بيحبوا المراتب الطرية. تبقى اختيار مثالي امريكان سبيريت، مستوى رفاهية عالي جدا. كانت المرتبة مقاس 160 ب 14020 واصبحت ب 16130، وهنا زادت 2110. الموديل اللي بعد كده معانا وهو موديل لولا. موديل لولا من شركة انجلندر، ارتفاع المرتبة ايضا 34 سم. هنا بقى في الموديل لولا في حاجة مميزة جدا وهي جديدة، مش موجودة غير في 2 موديل فقط، لولا والموديل اللي بعده اللي هو بريليانت. موديل لولا ارتفاع المرتبة طبعا 34 سم، ارتفاع عالي، لكن هنا في سوست منفصله زي العادي موجوده في كل المراتب اللي فاتت، لكن سوست منفصله بيضاف عليها كمان في بعض اجزاء سوست مايكرو منفصله، يعني مايكرو بوكيت. السوست المنفصله العاديه الارتفاع العادي بتبقى في الاجزاء اللي محتاجه دعم اقوى، والسوست المايكرو الصغيره بتبقى في الاجزاء اللي محتاجه دعم اقل، زي مثلا عضله
الساق او عضله السمانه بتبقى محتاجه حاجه تمتصها، لانها بتبقى جزء كيرف نازل من الجسم. اي حاجه قارن ده بذلك على اي اجزاء بتبقى نازله من الجسم. وبالتالي هنا بنوزع السوست على حسب الدعم المطلوب من كل جزء من الجسم. يعني لو هنا مثلا في الجزء بتاع الكتف انا عايز هنا دعم اقل، لان جزء الكتف بيبقى بنام على جنبي وانا عايز حاجه تمتص الكيرف اللي بتبقى بتاع الكتف عندي، هتلاقي هنا جزء مايكرو. وهكذا في جزء الوسط لو انت بتنام على ظهرك بتبقى عايز حاجه تزق ظهرك دعم افضل، هتلاقي هنا السوست الكبيره. وبالتالي بيتم وضع السوست في كل مكان على حسب الجسم ما هو عايز. لتجربه طبعا شبه مثاليه هتقدم دعم شبه مثالي، حاجه محترمه قوي. بالاضافه الى كده كمان في كمان طبقه لاتكس داخليه للمرتبه. فطبعا المرتبه بتقدم هنا دعم محترم جدا جدا جدا. تجربه نوم حلوه جدا جدا جدا. ودي الاولى مقاس 160 سم كان ب 16840 واصبح ب 22740، وهنا في فرق 5900. الموديل الاخير معانا وهو اعلى موديلات شركه انجلندر التابعه ليانسن، وهو موديل بريليانت. من اسمه هو فعلا موديل عبقري، وهو خلاصه خبرات الشركه مضافه في مرتبه واحده. ده من وجهه نظري مرتبه حلوه جدا. ليه؟ طبعا ارتفاع 38 سم قد لا تحتاج الى سرير، او لا تحتاج الى مله. المرتبه مش محتاجه سرير اساسا، ممكن تتحط على الارض وتبقى كافيه جدا من الارتفاع العالي ده قوي. ليه ارتفاع عالي؟ لان فيها سوست منفصله عاديه وسوست منفصله مايكرو كالعاده لتقدم دعم شبه مثالي، وتقدم دعم افضل لكل انحاء الجسم وكل الكيرفات المختلفه في الجسم سواء مرتفعه او منخفضه. كمان في طبقه لاتكس وطبقه ميموري فوم متجمعين مع بعض. طبقه لاتكس وطبقه ميموري فوم، يعني من الاخر ما عندكش حجه، عايز ميموري فوم موجود، عايز طبقه لاتكس موجود، عايز سوست منفصله موجود، عايز سوست مايكرو منفصله موجود. كل حاجه موجوده في المرتبه. طبعا قماشه خارجيه فخمه جدا، ارتفاع عالي جدا، المرتبه فخمه جدا، وهي اعلى موديلات شركه انجلندر. مقاس 160 بتاعها كان ب 19620 واصبح ب 26480، وهنا الزياده 6860 لموديل بريليانت مقاس 160. زي ما حضراتكم بعد ما انتهينا من موديلات نقدر نعلق نقول ايه؟ نقول ان الزياده تعتبر منطقيه. في بعض الموديلات كانت زياده كبيره عشان وجود الطبقات اللاتكس، وفي بعض الموديلات كانت زياده اقل من المتوقع عشان مفيش فيها زي مثلا طبقات المراتب الطبيه، وهكذا زادت زيادات بسيطه. الزياده كانت منطقيه وكانت متوقعه. اتوقع هل في زيادات اخرى تحصل ان شاء الله مش هتحصل باذن الله، توقعي الا بعد فتره معقوله من الوقت. وبالتالي تقدر حضرتك ترجع للفيديو ده لو عايز تعرف كل اسعار شركه انجلندر، وبرده لو عايز تعرف تعتبر شرح لمعظم الموديلات والفرق في الاسعار. يا رب تكونوا استفدتم ونراكم قريبا. سلام عليكم.